من أهم الساعات خلال رمضان الساعة اللي قبل الفطار، هقدم لك أفكار تسهل عليك التنظيف طول اليوم وإزاي تهتمي بصلاتك وترتبي اليوم بكل فكرة من الأفكار إن أنت تنضفي البوتاجاز وتغسلي المواعين أول بأول وتنضفي البوتاجاز في خلال ما أنت بتحضري الأكل. ده هيسهل عليكي التنظيف في البوتاجاز بعد الفطار. غير كمان إن هنستغل اليوم من أيام رمضان من غير ما نضيعه في التنظيف والكسل والنوم، لا هنستفاد بيه. واليوم كان تاسع من رمضان. الفكرة التالتة ان انا هجيب كراسة من عندي، اي كراسة ايا كان، والسبحة بتاعتي، ودي من اهم الحاجات والاسلحة اللي انت تستخدميها في خلال رمضان عشان تكسبي اليوم ده. هنرتب الايام بتاعتنا ازاي؟ كل صفحة في اي كراسة عندي او نوت بوك صغير ان انا احدد الصلوات بتاعتي، كمان الاذكار، اذكار الصباح واذكار المساء، الدعاء اللي هختاره في اليوم ده، ايه التسابيح اللي انا هذكرها في خلال اليوم، كمان الصدقة اللي انا هطلعها ان شاء الله صدقة واحدة ان احط طبق فيه شوية مية للعصافير، حاجة بسيطة ان انا اقدر اخرجها في اليوم دوت. غير كمان الصلوات بتاعتي هعلم في كل صلاة انا هصليها، صلاة الفجر هقول معاها الاذكار بتاعت الصباح، وصلاة الظهر صلاة العصر، بعد صلاة العصر بقول أذكار المساء، واختار دعاء واحد. الدعاء الواحد اللي أنا هختاره في خلال اليوم دوت هو اللي هفضل أكرره بعد الصلاة وأنا بنظف وأنا بعمل الأكل، هفضل أكرره طول النهار، واختار اسم من أسماء الله الحسنى إن أنا أتمعن فيه وأسمع فيديوهات ليه وأبتدي أتعلم في خلال اليوم إن أنا أنفذه، حتى لو انا احاول اطبقه في موقف واحد. ده هيسهل عليا ان انا اتعود واتكرره، طبعا بتكرار الموقف ده هتعود ان انا اكرره مره واتنين وتلاته. فانا هختار مع كل صلاه اذكر سبحان الله مع الصلاه، طبعا بعد كل صلاه بذكر سبحان الله 33 مره، الحمد لله 33 مره، الله اكبر 33 مره. غير ان انا كمان بقول لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، على السبحه بتاعتي. السبحه طبعا زي ما انتم شايفينها اللي هي الخشابي او السبحه اللي بندوس عليها، ايا كان السبحه اللي عندك، او تذكري الله بالصدقه اللي هنخرجها، نختار النيه ليها. حتى لو ربنا هيعفو عني، ربنا يغفر لي، ربنا ينول لي حاجه انا نفسي فيها، فهنجدد النيه على طول يوميا او للحاجه اللي احنا بنعملها. حتى لو هنخرج جنيه في خلال اليوم ده، ده هيخليكي تستفادي من الصدقه اللي انت بتخرجيها. خطه يوميه ليوم في رمضان ان انا استفاد منه، وبجدد النيه كل يوم عشان استفاد من اليوم. وكمان التسبيح اللي انا هسبحه في خلال اليوم، والصدقه كمان. الهدوم بتاعتي بعد ما بلمها من على المنشر بطبقها التطبيقه بتاعتنا العاديه، وبعد كده بلفهم زي الرولات كده زي ما انتم شايفين، وهدخله كمان في الدولاب. هنا انا بجهزه. غير كمان الهدوم اللي هتتعلق على الشماعات، فهنا انا بحط الهدوم بتاعت الملايات والفوط، بلفها كده زي ما انتم شايفين شكلها اسطواني، ودي بتسهل عليا ان انا اسحب بسهوله. هدومي بقى العاديه اللي بس بلبسها خلال اليوم بطبقها تطبيقه كده سهله ان انا اسحبها، وهدوم التانية طبعا بعلقها على الشماعات. السرير بتاعي كمان رتبته وشلت اي حاجه كانت موجوده عليه، وطبعا كنست الارضيه بتاعت اوضتي، ورتبت كمان الكومودينو، ودي حاجه بتشجع جدا وبتخليني طبعا تشجعني ان انا اكمل اي حاجه لبقيه اليوم. قبل صلاة الظهر بساعة ببتدي ان انا اتوضى واصلي صلاة الضحى، وطبعا بقول اذكار فيها وبسبح، بختار ايا كان من التسبيح اللي انا بختاره، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله. بقعد كده مع نفسي بعد ما اصلي وابتدي ان انا اسبح على السبحة. بعد صلاة الظهر وقبل صلاة الظهر ب10 دقايق بتوضى تاني، بجدد الوضوء وابتدي اجهز لصلاة الظهر. بنصلي بقى السنة وبعد كده الفرض كمان. كل يوم بختار اسم من اسماء الله الحسنى، سواء الكريم، السميع، العليم، ايا كان الاسم اللي هتختاريه. ابتدي اسمعي فيديوهات عليه وتمعني فيه اكتر، زي كانك بتذاكريه بس طريقه سمعيه. حطي السماعات في ودانك او شغلي التليفون على اي فيديو بيتكلم عن الاسم ده اللي انت هتختاريه في خلال اليوم، واقعدي اسمعيه وانت بتنضفي وانت بتحضري الاكل. وهنا انا كنت ببتدي احضر الاكل من بعد صلاه الظهر بساعه، يعني صلاه الظهر الساعه 12 و6 دقايق، انا ببتدي الساعه 1 و10 ابتدي ان انا اجهز الفطار. وقبل الفطار بنص ساعه طبعا بسخنه او بولع عليه الشوايه، وكمان شغلت الغساله. كده بقى انا استفدت بوقت كده بعد العصر ان انا افضل قاعده رايقه، وان انا كمان افضل اسبح واذكر الله كتير. ده هيخليني لبقيه اليوم مش مضغوطه ومش حاسه ان انا بعمل الفطار بسرعه ولهوجه، وممكن اي حاجه طبعا تحصل تضايقني. انا هنا كنت بحضر الفطار، وحضرت صينيه المكرونه بالبشاميل، حضرت صينيه الجلاش، ودي المواعين اللي كانت طلعت من تحضير المكرونه وصينيه الجلاش. في الوقت دوت حطيت المواعين في الحوض ولميتهم كلهم في الحوض، وعملت جزء واحد من البوتاجاز. هعمل البوتاجاز على مراحل، يعني انا هعمل جزء واحد وقسمته على 3، وهغسل شوية مواعين وبعدين ارجع اعمل الجزء التاني. كنت بحضر كمان الحلو، كنت بعمل مهلبية بقمر الدين، وبعدين انضف الجزء التاني، وكنت لابسة كمان الجوانتي عشان ايديا كمان ما تنشفش.
نضيف البوتاجاز بيسهل عليا ان انا بعد الفطار الاقي البوتاجاز نضيف، مش لسه هنضفه، مش وانا بغسل المواعين بعد الفطار، لا كمان عليا ان انا انضف كمان البوتاجاز. لا انا خلصت الخطوه ديت وانا بحضر الاكل، اخر جزء من البوتاجاز بنضفه، وكان الحوض كمان خلص. يعني انا خلصت الاتنين في وقت واحد كده، انا استفدت بالوقت. وطبعا طول الوقت انا بردد الاذكار، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وفي اليوم دوت الذكر اللي انا كنت حبيت ان انا اختاره اكرره، او الدعاء اللي انا بختاره، ربي لما انزلت الي من خير فقير، وكنت بكرره كل طول اليوم على السبحه وانا بنظف. والبوتاجاز هنا كان خلاص نضف، وكمان الحوض خلصت المواعين، والغساله كانت خلصت، ونشرت على المنشر الداخلي. احنا في رمضان، وغير ان احنا كمان بنحضر اكل ولادنا في خلال الفتره ديت في المدرسه، لان ده الترم التاني، فانا كمان بغسل هدوم الاولاد، فنشرت على المنشر الداخلي، ولو في هدوم تانية بنشرها بره على المنشر بره عشان تنشف اسرع. وبعلم في الخطه بتاعتي اللي انا عاملاها في الكراسه بتاعتي، ومش لازم كراسه زي ما انا حطاها، لا كراسه نوت بوك ورقه لخلال اليوم، يعني كانك بتعملي خطه لخلال اليوم ترتبي اليوم بتاعك. ده هيسهل عليكي ان انت تتحركي في خلال اليوم من غير بقى ما تتشتتي او تبتدي تزهقي او تحسي ان انت مضغوطه. خليت ولادي كمان يعملوا ببقيه لفه الجلاش الحلو اللي انتوا شايفينه بجوز الهند السوداني، ودخلته كمان في الفرن كان بيستوي مع المكرونه وصينيه الجلاش. كان خلاص المغرب قرب يأذن، فالمغرب بيأذن احنا بنقعد نفطر، وصلاه المغرب اهم من المواعين. يعني ولادي بيساعدوني بعد الفطار، لكن انا بصلي الاول وبعدين اغسل المواعين على مراحل. طبعا بعلم الاول في الكراسه بتاعتي عشان اتاكد وابسط نفسي، يعني اشجع نفسي ان انا بعمل خطوات في خلال اليوم. طبعا بعد ما بنخلص رامز بسيبهم يتفرجوا على اللي هم عايزينه، بقفل التلفزيون وبقعد بعد كده اصلي المغرب. وبين المغرب للعشاء ممكن اختار ان انا انضف حاجه، فانا نضفت ايه؟ نضفت حوالين الترابيزه، ومسحت كمان المفرش، ولادي غسلوا الاطباق بتاعتهم، ونفضت الفرش اللي على الكنب. وتاني يوم شلتهم غسلتهم بالغساله، وعلى طول حطيتهم، وسبت بقى الشباك الازاز مفتوح عشان الشمس تدخل وينشفوا على طول. كنست كمان حوالين الترابيزه، وده مش روتين كل يوم، ممكن اخلي حد من ولادي يساعدني، وممكن ان انا لو قادره ان انا بنظف، او ممكن يوم بعد يوم، او اختار يومين في الاسبوع في الصاله. لكن يوميا ممكن امسك الريشه واشيل التراب اللي على السفره، على الازاز، على الكنب، على التلفزيون. دي حاجه يوميا انا لازم اعملها. بحس الصبح ده نشاط على قد ما عشان اتنشط كده واتحرك، وعلى قد ما احنا هنا كانت بعد الفطار عشان ما نحسش اذان العشاء لسه ما اذنش. انا قبل رمضان باسبوع ولادي اللي علقوا فرع اللمض الصغننه ديت، ولادي اللي علقوه قبل رمضان والشفاف، وده المواعين اللي اتوجدت، دي المواعين اللي كانت اتوجدت بعد الفطار. عندنا نفس احنا غسلنا قبل الفطار حاجه، ودلوقتي طبعا مواعين تانية، فهقسمهم يعني هعملهم على مراحل. خلاص فاضل 10 دقايق على اذان العشاء، فانا هغسل الكوبايات الاول، وانا برتب حتى غسيل المواعين. يعني ممكن اغسل الكوبايات واخش اصلي العشاء، وبعد كده اخرج اغسل مثلا الاطباق واخش اصلي السنه، وبعد كده اخرج اغسل الصواني، وهكذا لغايه ما اخلص كل المواعين. كمان ممكن ان انا اصلي التراويح قبل صلاه الشفع والوتر، وبخلص كمان المطبخ، يعني ممكن اكنسه وممكن اخلص بقيه المواعين، لكن ما بسيبهاش لغايه السحور. بسيبها لغايه السحور في حاله لو ما فيش ميه في الحنفيه موجوده عندي، او الموتور مش ساحب ميه. بعلم طبعا على صلاه العشاء وصلاه التراويح. غير كمان بختار اسم من اسماء الله الحسنى ان انا بكرره طول اليوم، بتفرج على فيديوهات كتير ليه عشان اتعلم منه اكتر. اخر حاجه في الحوض عندي بحط شويه مسحوق بودر، لان الصفايه لو فيها بواقي اكل بتبقى ريحه تاني يوم مش حلوه، فانا بحط مسحوق بودر وبنشفها كويس بالفوطه اللي معايا، وبعصرها كويس جدا وبنزلها في الصفايه. او ممكن نحط عزكم الله ميه سخنه، نحط ميه سخنه، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل الميه السخنه اللي احنا عايزينها. ممكن نحط كمان شويه خل وكربوناتو عشان تنضف الصفايه كويس. لكن بواقي الاكل بتعمل ريحه تاني يوم مش حلوه جدا، وتخش المطبخ تحسي ان في ريحه حلوه، مسكه الزباله نضيف والمطبخ كله متنضف، وتعرفيش الريحه ديت منين؟ من الصفايه بتاعه الحوض. يبقى لغايه السحور انت تضمني ان الحوض بتاعك نضيف. واي حد بقى من الاولاد بيوسخ حاجه طبعا بيخش يغسلها على طول، واحنا متفقين على الموضوع ده. الحوض نضف والبوتاجاز كمان متنضف من قبل الفطار، فعملت كوبايه شاي، وانا بعمل في الترمس هنا شاي من قبل الفطار، وممكن بفضل محتفظه بيه ان انا لو احتجت ان انا اشرب شاي يبقى هو جاهز معايا ان انا اشربه، بيبقى سخن طبعا، وببقى محتفظه بيه في المطبخ عشان اقدر ان انا اصب الشاي على طول، وحاطه السكر بتاعي والقرنفل او النعناع زي ما انا بحب. وهنا ابني كان عامل الفانوس كده بالورق بتاع الترم الاولاني بتاع الكتب، فكان شكله حلو.
والمطبخ كده كان خلاص الحمد لله. ودي من الحاجات المريحة جدا. هنطفي النور ونشوف حاجة تانية نعملها. اللي انا عملته بقى بعد الفطار وبعد التراويح، انا بنضف الحمام بعد ما اخلص الصلوات بتاعتي وبخلص كمان التراويح. وخلال صلاة التراويح انا بختار صفحة من صفح القرآن، ممكن اقراها في كل ركعة، اقرا 5 ايات منها لغاية ما اخلص الصفحة ديت. وبعد كده ممكن اقرا صفحة تانية، حتى لو صفحة واحدة في خلال اليوم خلال التراويح، دي حاجة حلوة جدا. شجعي نفسك، وعلى قد ما تقدري ان انت تعملي حاجة ما تاخدهاش ان انت عملتي اقل حاجة، لا اعتبري ان انت عملتي اكتر حاجة حلوة في الدنيا. يعني انا نظفت النهارده الحمام، كنت مبسوطة جدا تاني يوم ان انا نظفت الحمام. فشجع نفسي ان انا اعمل فنجان قهوة، اكل قطعة شوكولاتة. انا باكل الحلويات في خلال الفطار، بختار مثلا من الجلاش اللي انا كنت عاملاه باخد قطعة او قطعتين، ما بحاولش ازود عشان اقدر ان انا اصلي وكمان اقدر ان انا انضف. لو كترت في الحلويات ده هيعمل لي تخمة وهحس ان انا تقيلة ومش قادرة ان انا اتحرك غير افضل قاعدة. وبكافئ نفسي بايه؟ ان انا اكلت كده الاكل بتاعي وبكلت كمان الحلويات، فان انا هتحرك على قد ما اقدر واصلي التراويح عشان نهضم شوية ونقدر نكمل اليوم وننام. فهنا انا بنضف بالمقشه عزكم الله. والمقشه ديت انا بخصصها للحمام، لو خرجتها بره بعقمها بكلور ابيض او كلور الوان، لكن انا بخليها للحمام بس التنظيف. فانا نضفت بيها قاعده الحمام والارضيه، ونضفت بيها كمان الحوض. حطيتش غير ميه وبريكس، ممكن احط كمان ديتول او صابون سائل وخل، ما بستخدمش اكتر من كده في الحمام. والخل كمان اقوى، كمان بحس من البريكس بينضف اكتر. لو صابون سائل وخل حلو جدا وهيخلي السيراميك معاكي زي الفل. متنساش نهوي الحمام بعد التنظيف وبعد ما نجفف الارضيه، ده هيخلي ريحه الحمام مفيش كمكمه، بالعكس هيخلي ريحته حلوه والهواء متجدد فيه على طول. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، وتحدي جديد وتنظيف وروتين جديد في رمضان وبعد رمضان. واستودعتكم الله الذي لا تضيع